النهارده هحكي لكم حكايه الفراوله او الفاكهه الكاذبه. مين دي اللي كدابه؟ انت بتقولي ايه على الفراوله؟ لا ما اقصدش حاجه، دي الفراوله دي حبيبه قلبي، بس هو علميا بيطلق على الفراوله الفاكهه الكاذبه. ليه؟ لان هي اصلا مش فاكهه. مش فاكهه ازاي يعني؟ بص، علميا الفاكهه هي الجزء اللي بيطلع من الزهره وبيكون فيه بذور، ولكن في حالة الفراولة البذور عندها ما بتكونش جوه، بتبقى بره. معلش بره فين؟ اصلا احنا بقالنا سنين ضوئية بناكل الفراولة، عمرنا ما شفنا لها بذور بره. انت بتفتي؟ بالراحة معايا كده. عارف النقط الصغيرة اللي بتبقى على الفراولة من بره اللي بنقعد نغسل فيها عشان نرميها عشان فاكرينها طينة او حاجة مضرة؟ هي دي الفاكهة، هي دي الفاكهة حرفيا. لكن الفراولة نفسها ما هي إلا الوعاء الزهري اللي حامل البذور اللي هي النقط السوداء دي اللي احنا بنرميها. عشان كده بيطلق عليها الفاكهة الكاذبة، بالرغم ان هي طعمة ولذيذة وحلوة وفيها كل صفات الفاكهة، إلا إنها حامل زهري وليست فاكهة. أنا أسفة.